وملائك الرحمن خلفك سجدا صبط تفرع منه نسل المصطفى وأضاء الدنيا بوجهه الوضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الحفل هذا بداية كنبغي نبارك القنوات اللي واكبوا معنا هذا الحفل هذا. رمضان مبارك، الله يتقبل الجميع. في اطار البرنامج السنوي ديالها بالنسبه لجمعيه الاندلس للاعمال الاجتماعيه وبالتنسيق مع جمعيه تمغربيت بهولندا، انه في كل سنه كنقيموا هذا الحفل هذا. كيكون واحد حفل رمضاني وحفل افطار. هذه السنه كيجي هذا الحفل هذا في نسخته العاشره، بمعنى ماشي الفكره ماشي وليده اليوم، وانما هذا برنامج مسترد بالنسبه للجمعيات. غير بالنسبه اللي كاين اليوم هو انه كان عندنا واحد الضيوف اللي هما نزلاء الدار الكبيره اللي اليوم استضفناهم وعاشوا معنا الطقوس الرمضانيه وتناولوا معنا وجبه الافطار وحضروا معنا الحفل ديالنا. وبالمناسبه كان انه الجمعيتين انهم وفروا لهذه الفئه هذه واحد الكسوه ديال العيد. والحفل اللي صراحه انه تميز بحضور ديال مجموعه من الفنانين وممثلين مغاربه اللي كنشكرهم بالمناسبه، وفعاليات جمعويه والناس ديال المجلس. وهذه المناسبه ما تفوتنيش باش نشكر جميع من ساهم في هذا الحفل هذا، ولو بالحضور ديالو فهو دعم معنوي وتحفيز السلطات المحليه. وهذا ما كيزيد الا انه كيحفزنا من اجل الاستمرار في هذا العمل هذا اللي صراحه خاصه انه الحفل تقام في واحد المكان اللي هو محتاج لهذه الانشطه هذه، بحكم انه حي شعبي. وللاسف كيفتقر مجموعه الفضاءات، لانه حنا كما كنشوفوا كنديروا الحفل في الهواء الطلق لان ما عندناش فضاءات فين ممكن تمارس هذه الانشطه هذه. مره اخرى هنيئا لنا بهذا الشهر العظيم، واللهم تقبل لنا جميعا. وانا كنت من بين الحضور لتزكيه هذا الحفل الجميل. نتمنوا من هذه البوادر تكون مستمره. وشكرا جمعيه تمغربيت، وشكرا حياة، وشكرا حياة. شفناك اليوم ناشط مع الوليدات الصغار، شو السبب ديال السبب؟ وهو ملي كنكون مع الوليدات الصغار عاد كنرتاح، والله العظيم ترتاح بزاف. تيعجبني نشوف ولد صغير تيشوفني تيفرح، تنفرح حتى انا كنفرح اكثر منه. تصور لقيت الدراري كدخلت عندهم كيفاش كنضحك معاهم، وهذا داك هو الربح اللي دينا من هاد الشهره، ونفرحوا بها الناس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الاخت ليلى خباز، رئيسه المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. انا كنتشرف بالدعوه ديال الحضور لهذا الحفل البهيج اللي دار الايتام، الدار الكبيره المعروفه في مدينه قنيطره. واستقبلت الدعوه من عند الاخت حياه صديقه ديالي من هولندا، وان شاء الله غنديروا واحد الشراكه جمعيه ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم مع جمعيه تمغربيت اللي في هولندا. وتشرفت صراحه بالمجيء الحضور لهذا الحفل لدار الايتام، حفل الافطار وحفل توزيع هدايا العيد. وفرحنا مع هاد الوليدات الصغار، وكنشكرها بزاف على هاد حفوات الاستقبال. وحنا جينا عندها من كازا، هي جات من هولندا، حنا جينا من كازا باش نازروها ونشوفوا هاد الحفل اللي ديما كديرها كل عام. هاد الحفل اليوم تشرفت بالحضور ليه اللي نظمته جمعيه الاندلس ومع جمعيه تمغربيت اللي كائنه في هولندا، واللي كان بخصوص تكريم ديال النزلاء ديال الدار الكبيره. هذا الحفل تخللته عده انشطه، منها تجويد القرآن الكريم، منها طرب، منها ملحون، منها بعض مسابقات، واللي انتهت كذلك بتوزيع هدايا على الأطفال
ديال المؤسسات الدار الكبيره، وحنا تنحيوا هذه المبادرات وبالخصوص اللي تتجي في هذا الشهر المعظم شهر الغفران، ونتمناو تعمم هذه المبادره ماشي وما تكونش في شهر رمضان، ولكن تكون في طوال السنه وفي مناسبات اخرى. فهنيئا لهذه الجمعيات على هذا العمل الدؤوب اللي تيقوموا فيه وبهذا الاجر العظيم، نطلب الله يتقبل منه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكرة ماشي جديدة اللي جات، راه دابا هذا هو العام العاشر ديالها وحنا كنقوموا بهذا رمضان يجمعونا، ودائما كيكون تقريبا لفئة الدار الكبيرة ولا الناس المحتاجين، فماشي أول مرة اللي كننظموا هذا الحفل ولا كنقوموا بهذه المبادرة. الحمد لله كتجي الفكره انا ورئيس جمعيه الاندلس اللي عندنا شراكه هذه مده طويله وحنايا مشاركين على هذه الاعمال الخيريه. ولو اننا عايشين مثلا في هولندا، فالمهاجر المغربي ولو انه خرج على بلاده وعاش في بلاد اوروبيه، فالحمد لله التواصل كيكون دائما مع الوطن ديالو الحبيب. عندي معايا الحمد لله بدينا دابا كنفتحوا فروع اخرى في مدن اخرى، فالفرع الاول اللي تفتح في بلجيكا واللي خداته الاخت كارينا هي الرئيسه ديالو حاليا، ومازال ان شاء الله زايدين غيكون في المانيا وفي فرنسا وفي جميع نواحي العالم. السلام عليكم، انا كريمه، انا عايشه في بلجيكا وخدي نحل مع اختي حياه واحد الفرع ديال الجمعيه. سمحوا لي انايا ما كنهضرش مزيان، مي فوالا دونك voilà, en fait, je vais donc m'associer avec Hayat. Et ça me tient fort à cœur et j'ai été reçue ici au Maroc à Kenitra vraiment chaleureusement. Et j'ai rencontré tous ces petits enfants de Dar el-Kbira. Ça a été très émouvant et vraiment j'ai envie وخازايدة وكابرة في بلجيكا ما بغيت ندير شي حاجة لبلادي ونعاون الناس بلادي parce que je pense qu'ils en ont bien plus besoin que صحاب الناس في الخارج. فوالا هادشي اللي نقول لكم. ميرسي بوكو. السلام عليكم وعواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد، يدخل علينا بالصحه والهنا وراحه البال علينا على المغاربه كاملين لا داخل ارض الوطن ولا خارج الوطن. فيما يخص السؤال ديالك والحفل، هذه سنة دأبت عليها الجمعية ديال الأندلس، السنة بقات وفية لهذا العهد هذه الجمعية هذه، وأنه سنويا كيتنظم هذا الحفل هذا وتحت الشعار ديال الجمعية اللي هو الجانب الاجتماعي. فبالتالي هذا الحفل هذا كيجي في هذا الاطار هذا من اجل ان يعني ان نزرعوا قيم ديال التكافل، قيم ديال الانسانيه، قيم ديال الاخلاق، قيم ديال المثابره اللي كينص عليها الدين ديالنا الحنيف، وخاصه في هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمه والمغفره. فما يخص هذا الحفل هذا هو حفل كيف ما كتشوفوا، اولا كيدخل البهجه والسرور على الساكنه ديال المنطقه. علاش كيدخل البهجه والسرور على الساكنه ديال المنطقه؟ فيه هاد النفحات الرمضانيه، فيه هاد النفحات كما شفتوا ديال الامداح، ديال مسابقه ديال تجويد القران، وهذا الشيء مشكور عليه الاخ ازاكار عبد القادر رئيس الجمعيه، وحنا الساكنه ديال المنطقه، وفي نفس الوقت رحنا يعني اعضاء ديال هاد الجمعيه هذه. الحضور كما شفتوا حضور وازن من خلال مجموعه من الفعاليات المساهمه في هذا الحفل هذا، بما فيهم السيد رئيس المجلس البلدي والاعضاء ديال رئيس المجلس البلدي والاعضاء ديال مجموعه من الجمعيات المنتميه للمدينه ديال القنيطره، سواء الجمعيات المتواجده يعني في ولاد وجيه في الصياد، فهذا يعني المهم هذا واحد الكوكتيل، هذا واحد المزيج ديال الجمعيات كامله اللي حاولت ما امكن انها
فعلت هذه الليله هذه. فالحفل المهم تكلل بتوزيع واحد المجموعه ديال الجوائز على الفائزين وعلى المتفوقين في القرآن الكريم، في التجويد ديال القرآن الكريم، وكذا توزيع بعض الألبسة أو كسوة العيد على المقيمين وعلى النزلاء ديال الدار الكبيرة. فبالتالي كنتمناو ان هذا الحفل هذا انه يزيد يتكرر ويجيو سنوات اخرين، وتزيد يعني نكبروا من الزخم ديال هذا الحفل هذا، وتكون مسابقات اخرى ويكون عنده واحد الاشعاع على المستوى ديال قنيطره ككل، ويمشي حذوه مجموعه ديال الجمعيات كامله تكون يعني تمشي في هذه البادره، هذه البادره الحصينه، ويكونوا ان شاء الله مسابقات لما لا اللي تنهض وتكون قاطره للتنميه بالنسبه للمدينه ديال قنيطره بصفه عامه.